صبح صبح مش فندي. ماشي ماشي يا سمسم، ليه بقى صبح صبح؟ ما هي ليه دايما صبح صبح؟ يمكن الناس اللي بتسمعنا دي تسمع بالليل. لان انا لسه صاحي. لا، ما هو انت لازم تجامل كل الناس، انت على طول هتبقى لسه صاحي عشان هي دايما السيشنز عندك الصبح وانا عندي بالليل، لازم تبقى شمولي اكتر من كده. طب ما انا شمولي، انا ام ريفرنسنج الاستاذ الليمبي. ايوه، صبح ريفرنسنج صبح استاذ عنه. الليمبي في جمله واحده ازاي يعني؟ احا إيه دي جمله غير مقبوله. يعني هي جمله غلط. بس من غلط ضمن كل طبعا. من ضمن كل العبث اللي احنا عايشين فيه ده، يعني ما... اه، هي لو انت تمشي برضه. حطيتها ان كونتكست في العبثيه، اه اه هتلاقي ان هي جمله سليمه جدا. ما هو انا اقول لك افيه جامد جدا. بعت الناس صحابي على جروب كده على الواتساب هنا في امريكا، حمو بيكا حاطط تيك توك طالع، يعني طالع بيقول حاجه على التيك توك للجمهور بتاعه، ان هو يا جماعه انا جاي لكم امريكا يوم 20 و21 ومش عارف ايه كام يوم كده، اسبوعين ولا ثلاثه، فجاي فواحد بيلقنه ورا الكاميرا، جاي لكم امريكا ان شاء الله 20 9. ف فقال له واشنطن، فقال له واشنطن، وبص له كده قال له نيويورك، فقال نيويورك، وهو لوحده بقى ارتجل وقال لك وكمان رايح كاليفورنيا. هو بس سؤال صغير جدا، مين حمو بيكا؟ مين حمو بيكا؟ لا بجد. اه والله ما اعرف. مين حمو بيكا؟ ال... انت ال... ما تعرفش بجد مين حمو بيكا؟ والله ما اعرف. لا لا، مش معقولة. طب انا اعمل فيه ايه يا جماعة؟ ده انا اشرحها له ازاي بقى؟ بص، انا يعني يا ابني حبيبي، زي ما انت فاكر انا بقالي 20 سنه سبت مصر. يا ابني ماشي، ما انا بقى لي 7 سنين سايب مصر، بس بتشوف بقى على الفيسبوك، ايوه، على بس هو التيك لو توك، بقاله على اكتر من بتاع. 7 سنين، لان هو لو ظهر في ال 20 سنه اللي اه فاتوا، ايوه. خلي بالك كمان. انا لا كان عمري عندي ساتلايت، ولا اتفرجت على قنوات فضائيه. لا، هو انت آه، احتمال شغلك الفترة اللي قبل ما تروح جنوب ايطاليا دي كانت انت كنت مشغول زيادة عن اللزوم، فمش فاضي للعبث ده. بس لا طبعا حمو بيكا حتى يعني في ناس ما راحتش امريكا بقى، مصر بقى لها 30 سنة وعارفين حمو بيكا وبيرقصوا على مزيكته في كاليفورنيا هنا، فاهم؟ واغانيه والمهرجانات بتاعته بتاع. لا، حمو بيكا ده وعمر كمال ومش عارف انا مين سمعت وكم عن واحد تاني. المهرجانات. أه س... إيه. لا والله انت سمعت مش عنها. هتنفع. انا سمعت عن المهرجانات. انت لا، انت اصغر مني في السن، انت اصغر مني، ما ينفعش انت تقول لي انا مش سمعت. انا سمعت عن المهرجانات دي، بيقولوا مش بطالة. لطيفة والله يا ابني. لا لا والله، فتحي ابقى سلامه كان بيتكلم عنها. ابقى مش كده بقى. انت واصحابك بقى ابعتوا لي حاجات بقى من الشباب بتوعكم دول بيعملوها، انا اكبر منك في السن يا ابني. انا مش متابع بشكل غير عادي. واضح واضح. طب انا هقول لك لدرجه انا مش متابع لدرجه ايه، بس انا ناسي اسمه، ناسي الاسم. كنت مسافر من لندن للقاهره، رايح شغل. كويس. آه واقف في الطابور بتاع البيزنس كلاس، وقدامي راجل مصري، برضو من لندن، رايح مصر. بس الراجل ده كان شكله متوتر جدا، قرر ان هو هياخد القرار، يعني ايه، تشجع وهيكلمني. ويكلمك. اه فراح ده لافف كده ورا، وقال لي صباح الخير. قلت له صباح النور. قال لي استاذ محسن ننس، كاتب سينمائي. انا ما اعرفوش، فرحت قايل له انا سمسم صفوت، مهندس كيميائي. يعني خلاص. ايوه، ما هو تتعرفوا على بعض طبيعي. اه احنا بنتعرف على بعض. اه. آه فحسيت بديسابوينتمنت في وشه كده، ان انا ما اعرفش هو مين. فراح أمم. لافف شويه كده، وراح باصص لي، وقال لي هو الحد بتاع الشنط قد ايه؟ قلت له حسب، لو انت التذكره بتاعتك بيزنس كلاس بتبقى حاجه، ولو التذكره ايكونومي بتبقى حاجه تانية. فقلت له انت التذكره بتاعتك ايه؟
قال لي درجه اعمال. قلت له خلاص يبقى درجة أعمال. استاذ اوكي. محسن، ما تقلقش انت، ايوه انت في صح. السليم. ده تمام اه. فهو الراجل، هو الراجل شكله عمره ما سافر درجه اعمال قبل كده، هو شكلها عمره مسافر محسن. اصلا، مش اعمال ولا اشغال شقة حتى. فراح باصص لي تاني وقال لي طب انت ممكن عشان انا معايا حاجات كتير وانت معاكش حاجه خالص، ممكن بعد اذنك، انا كاتب سينمائي تاني، تاني تاخد شنطه من الشنط بتاعتي، وتحطها تحت التذكره بتاعتك. فرحت يعني مش عارف اقول له ايه. استاذ محسن، اولا انا ما اعرفش حضرتك ولا شفت اي عمل من اعمالك، وبصراحه لو شفت، مش انا ما يعني الشنطه، انا ما اعرفش الشنطه دي فيها ايه، لا هاخدها طبعا ازاي؟ حتى لو شفت كل وانا اسمي اعمالك. وانا اسمي اسلام وباسبوري اخضر، انا ممكن توديني في 60 داهيه ايوه ايوه. ولكن يعني بالرغم عن كل ده، يا عم، انت درجه اعمال، انت قلقان ليه؟ ما حدش هيكلمك ايوه طبعا. انت معاك كتير بس انت هتمشي. مم. فانا مش لما وصلت بقى مصر، اختي كانت مستنياني في المطار. فقلت لها تصدقي كان محسن ان انا معايا على الطياره؟ كانت يعني يا نهار ابيض، انت عرفت ازاي؟ قلت لها كده كلمني وطلب مني خدمه وعملتها له. لا ما عملتهالوش. ليه؟ ما انا ما اعرفوش. منطقي يعني. ف... مش هعملها له طبعا. فحمو بيكا، لا ما اعرفش حمو بيكا. لما ما عرفتش محسن ان انا اعرف حمو بيكا. لا لا بس لا، انت اللي فاصل نفسك عن الحكايه طبعا. هو انا اعرف يعني حمو بيكا بسهر معاه مثلا، ولا بننزل ناكل كبده وسجق من عند زيزو نتنا؟ انا ما اعرفش انا بشوفه زي غيره، شفته طلع فقلت ايه ده، فدخلت الرابت هول شويه وقت المهرجانات كلها ما طلعت بقى من كام سنه. انا باخد فكره دايما، احب اخد فكره كده واعرف الحاجات عشان ما انعزلش عن العالم يعني. انا والله عازل انا لما انا بحب اعوز، بس مش انا عازل بقصد كده ان انا لا ما. لا يا مان مش معقول، لا هبعت لك حاجات طبعا لازم تشوف. لا ربنا انا لسه اصلا مش عارف افوق من اللي بعتولي لا لا امبارح. لازم، ده مش هينفع، دي مرحلة تثقيفية في حياة. ما ينفعش يبقى عندك 45 46 سنة وما تعرفش ان في مهرجانات وفي حمو بيكا وفي عيال بتقعد تلعب درامز في مناطق شعبية وعشوائية، درامز كأنه دربوكة لازم تفهم انه في كده، لازم نعرف ان في. سيدي الفاضل، انا ولا سيدك يعني ولا فاضل ولا خرا. انت مش عارف مهرجانات وحمو بيكا ده لا اشهر من ازاي، انا نار على قريت العلم. قريت دراسات اجتماعيه وتحليليه وموسيقيه عن المهرجانات، انا ما اتفضل. سمعتهاش بس انا. دراسات تحليلية وموسيقية عن المهرجانات، وما سمعتش المهرجانات بقى، ولا شفت هي ايه، ولا بيقولوا ايه، ولا صوتهم عامل ازاي، ازاي يعني، ازاي؟ ده مش صح. انت الدراسة انا اللي خايف بتعملها والله، لازم انا خايف. تكمل. لازم والله تكمل. انا خايف. ليه؟ ما لا لا ما تخافش، دي حاجة رهيبة، تجربة. تجربه ده, حلوه. انا اؤكد لك. انت ما تج... ردتش على السؤال. هي تجربة، لا هي حلوة ولا هي وحشة، ممكن تعجبك وممكن ما تعجبكش، بس هي تجربة ومعلومات لازم الواحد يعرفها. الحلقة دي لو شافت النور، الحوار اللي بينا ده يا هيجيب سكسي رهيب مع الناس، يا هيقولوا احنا في الناس منعزلة مفصولة عن الكوكب تماما يعني. دي هتبقى جامدة جدا، لان محدش هيصدق ان في واحد مصري ايا كان بقى له قد ايه في بيلعب سايب مزيكا. مصر وبيلعب مزيكا، وايا كان بقى سايب مصر بقاله قد ايه، ولا ثقافته ايه، ولا عامل ازاي، انه ما يعرفش في 2024 مين اشهر ناس في المهرجانات وايه المهرجانات دي ومين حمو بيكا ومين عمر كمال ومين حسن شاكوش وفي ناس تانية كتير اصلا أنا ما اعرفش سمعت عن حسن اساميها. شاكوش. بس سمعت عن يا حسن بس شاكوش. يا سمسم ما تعصبنيش، ما تقعدش تقول لي الحاجات بتاعت جدي، اللي هو سمعت عن المهرجانات، سمعت عن حسن شاكوش، سمعت عن اوف اح. ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة، ما تضحكش الناس علينا، هتودينا في داهية. انت عارف هقول اه. لك موقف حصل لي في باريس، عايز اولع سيجاره. ففي راجل و- 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 وبنت اصغر، يعني مثلا سن بنته،
قاعدين في تراس، قهوة يعني، بيشربوا قهوة والبت بتسجر. معيش ولاعة، وكان الصبح بدري ومفيش غيرهم هم بس. فروحت رايح لهم عشان اطلب ولاعة. فانا لسه بقرب، فالراجل راح داخل فيا داخلة شمال. ايه قلة الاحترام وايه قلة الذوق، وكفاية بقى، كفاية بقى. ايه ايه ده ايه اللي ده ايه انتوا ده؟ بتعملوه ده؟ هو انت رحت شتمته بامه ولا رايح تستأذنهم في ولاعة؟ انا رايح استأذنهم في ولاعة، بس انا اوكي. ما لحقتش حتى افتح بقي. اصلا. اصلا انا لما كنت على بق، ما هو مفيش حد غيرهم، فانا ايوه. متجه ايوه. ناحيتهم، فهو واضح ان انا رايح لهم، اوكي. وماسك سيجاره في ايديا، مم. مش والعه. مم. فيعني انا بالنسبه لي الموضوع واضح. فبقول له هو ايه المشكله بالظبط؟ قال لي الخصوصيه بتاعت الناس والمش عارف ايه، والواحد يبقى قاعد، وما ينفعش ان كده اي حد ماشي في الشارع يقرب. ايه اللي هو فبقول ايه له انا العبث مش، اللي بيقوله ده؟ البت اللي معاه اللي هي شكلها بنته كانت محرجه جدا من اللي بيحصل. من الموقف طبعا. اه. فقلت له انا اسف، انا بس جاي اطلب ولاعه. قال لي ايه ده؟ انت مش عايز اوتوجراف؟ قلت له اوتوجراف؟ ده طلع حد مشهور وانت في ده البلوزة مش حد طلع دريان مشهور بأمه. فشخ، ده انت في مشهور فشخ. ده انت يا حرام فشخته في دماغه، لان انت بقى عملتها له بالعكس دلوقتي، اللي هو انت اصلا مش موجود في حياتي، فدي هتضغط عليا اكتر من موضوع الخصوصية والهبل والعبط اللي عايش فيه في الاول ده. بس انت كان لازم تشوف وشه. فبقول له لا، انا اطلب منك اوتوجراف ليه؟ قال لي اصلا. انت مش عارف. اصلا. بيقول لي انت مش عارف انا مين؟ قلت له ما فيش واضح ان حد انا تاني مش يعرف. عارف. واضح على وشي ان انا فعلا. انت مين اي. يا حماده؟ انا اوكي. طلع الراجل ده مغني مشهور، الخرتيت. انت مش عارف اسمه؟ ما قالكش انا اسمه؟ احي، انت نسيت رحت اسمه كمان؟ رحت للجرسون بعد كده اهوت، لان هو اصل ده كان جنب البيت عندي، فانا عارف اوكي. عارف المكان، عارف ماشي. الناس اللي شغاله. اوكي. فالراجل قال لي هو الويتر اصله كان واقف بعيد بيتفرج وشايف الموضوع كويس. بالنسبه له هزل اه جدا. طبعا، كويس ف... كويس ف... ماشي. فانا رحت له بقول له هو مين ده يا جون بيير؟ مين بقى؟ فقال لي اسمه، فدورت على، وبعد كده سالت اصحابي، طلع ان هو حاجه بس انا نسيت برضه، برضه مغني نسيت. ومش عارف مغني، اه. اسمه؟ ها. اوكي. هاني شاكر؟ آه. على هذه الدرجه من محمد ثروت؟ مدحت صالح؟ عمرو دياب؟ ما هو انت في الغيبوبة بقى فيعني. لا لا، مش عارف. دولت، لا دولت طبعا عارفهم، لان دولت طب كانوا ايه، لما انا جيل مشيت اصغر كانوا. جيل اكبر؟ انا هموت واعرف مين ده. ده اي حد هيسمعنا هيبقى هيتجنن لو معرفش لا بس انا اسم ام بكلمك الراجل. راجل مطرب فرنساوي. فرنساوي؟ اه. انا فاكرك كل ده بتتكلم على مطرب مصري، وبعدين قلت ازاي طب الجرسون الفرنساوي عرف المطرب المصري؟ لا، مطرب فرنساوي، بس مطرب فرنساوي مشهور. انا ما انا بقول لك بدايه اه. الحكايه ان هو مش بس على مصر، او انا شارل حتى ازنافور؟ كعبلت في شارل ازنافور ومش عارفه مثلا؟ اسم مش يعني is not. او انت ما تعرفش شارل ازنافور؟ طيب تعرفه ولا؟ لا خالص. لا لا، انت ظاهرة انت، لا انت، انت في والله حاجة، في بجد ما حاجة اعرفش. مش لا يعني. يعني ايه ما تعرفش شارل ازنافور؟ بجد ولا بتشتغلني؟ لا والله العظيم ما اعرف. يا نهار اسود ومنيل، ده انا اعمل فيه ايه ده بقى؟ طب هو ممكن يبقى هو وانت مش عارف، وانت مش عارف، وانت مش ما انت مش فاهم ما حاجه. انت ماشي اصلك مش دريان. انت كوكون ده لدرجه مش طبيعيه، مش طبيعيه.
ده يعني انت عايش في فرنسا وبتحب فرنسا وبتحب المزيكا ومطرب فرنساوي ومش عارف اسمه ومش قادر تفتكر لي اسمه، وبقول لك شارل أزنافور من أشهر مغنيين فرنسا ومش عارف أصلا شارل أزنافور. لا والله ما يا لهوي اعرفها. يا مان، ده انت يا حرام، ده انت حالة صعبة قوي. لا ده انت، انا مش لا عارف خلي ابتدي بالك. معاك منين. لا ما مش انت مش عارف. هتعرف، ما انت مش ما انت عارف مش ابتدي هتعرف. معاك منين ده. ال... انا عندي كمان سوبر باور. سوبر ايوه. باور غير عاديه. ايوه. ان انا ممكن اكون في مكان وحواليا ناس، ولو الموضوع بالنسبه لي مش مهم مش هسمع اي حاجه بتحصل. اه انت من النوع ده. طب ممكن لو سمحت تجوجل شارل أزنافور عشان تشوف شكل امه، فتقولي اذا كان هو ولا لا، وانا احاول افتكر لك اسامي مغنيين تانيين فرنساويين. لانه يعني انا مش مصدق ان واحد ده يا جماعه بيلعب جيتار وبيلعب بيانو وعاش في فرنسا سنين. انا مش مصدقك، انا مش مصدقك. طب في واحد تاني برضو مشهور قوي اسمه انريكو ماسياس. اه لا ده عارفه. اشمعنى ده؟ قديم. يا سلام، ما شاء الله أزنفور قديم زيه يمكن أقدم. يا لهوي يا لهوي يا أستاذ سمسم، ده أنت لا طلعت أستاذ ولا نيلة. لا ده انا بقول لك دي سوبر باور يا مان. دي سوبر باور خطيرة، دي خطيرة، ده أنا أحسدك عليها. يعني قاعد مع مجموعة وكل اللي بيتقال وكل الأشخاص اللي حواليك مش انترستنج بالمرة خالص ولا في أي اهتمام، ومش عارف ليه. طب تقعد معاهم بس بالصدفة قعدت معاهم، فأنت تفصل نفسك إنك تبقى مش سامع ولا حاجة ولا فاهم أي حاجة من اللي بيقولوها. وارد. يا سلام، اه مشغل الاوتو ورد بايلوت. كمان اه اه. اه اه. اه اه اه. صباح الفل يا برنس. اقفل صباح على كده. الجمال يا صباح الفل.